لأول مرة رئيس تونس يزور إيران منذ 50 عاما. في الحقيقة الرئيس المرحوم شهيد رئيسي هو دعا فخامة الرئيس قيس سعيد من قبل في الجزائر للزيارة، يعني زيارة تجارية وسياسية إلى إيران. ارتأت تونس أنها من مصلحتها، لكن دون أن يكون ذلك على حساب علاقاتنا مع الأطراف التقليدية التي يبدو للأسف الشديد أنها تنظر لبعض يعني لهذه التوجهات وكأنها تتم من منظور يعني فيه تغيير جذري لتوجهات تونس باتجاه إعادة النظر في تحالفاتها الاستراتيجية. حتى الآن يعني عملوا لجنة لبحث حول أسباب السقوط، لكن حاليا ما وجدوا يعني أدلة ولا حجج بأن هذه الحادثة كان متعمدا. وأنتم تعرفون إن صار نفس المشكل مثلا في بعض البلاد أخرى، الرئيس الجمهورية مثلا استشهد ومتزامنا وزير الخارجية، أنتم كنتم تشوفون أزمة سياسية وحتى عسكرية في نفس البلاد. باش تنظر لهذه المسألة في انعكاساتها في اهتمام تونس مجددا بإيران، بالمشرق العربي الإسلامي، وربما بآسيا عموما، خاصة أنه الآن هو في الصين كذلك في إطار الانفتاح مجددا على آسيا. سنرى إن كان هذا التوجه المنطلقات متاعه مدروسة أو هو فقط ردود فعل انفعالية على المواقف الدول الغربية التي أتت يعني مباشرة بعد الحراك متاع 25 جويلية، وهذا كان مزعج يعني بالنسبة للرئيس أعتقد قيس سعيد. دفعت تونس باتجاه الاستمرار في سياسة النظام السابق. العالم تغير وقطبية العالم تغير، ما عاد يكون كل القوى مركزة في الغرب، يعني كل سياسة الخارجية التونسية تقريبا قبل الثورة كان في اتجاه الغربي. وسماحة المرشد الأعلى قال احنا يعني نتمنى أن نشوف تونس تعود إلى عالم الإسلامي. لم تقدم لها شيء وفرضت عليها للأسف انطلاقا من أن تتعهد في إطار ما يسمى باستمرارية الدولة، أن تتعهد بمديونية النظام السابق، والحال أنه كان فما إقرار بأنه هي كانت 25 مليار، 9 منهم أقر ووقع حتى تصويت في البرلمان الأوروبي على أنها ما يسمى ديون قذرة. والدول هذه الدول الغربية حتى بعد حراك يعني 25 جويلية اعتبرت أنها هي أعتقد أنها كانت تخشى على إعادة النظر في هذه السياسات، لكن هذه تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة من المحظورات التهديدات الكبرى. وذاك علاش تعثر مثلا مشروع الميناء العميق في بنزرت في الفيضاء، مشروع جرجيس. وذكر لي أحد وزراء الخارجية أنه يأتوا السفراء الغربيون بالتداول يطلبون ذاك المشروع لبلدهم، ويقول في كل الحالات إذا لم تسلموا هذا المشروع لبلدي لا تقدموه للصين أو لروسيا. يعني الآن ثم قوة في الشرق، فحينما أنت تنوع شركائك هذه لصالح بلدك. علاش؟ لأن ثم تاريخ العلاقات بين الدول الغربية وبين تونس، هذا التاريخ تاريخ استعمارية. وبرزت قوى أخرى منها إيران منها الصين التي طورت يعني مفهوم جديد لمقارعة الهيمنة الأمريكية. هذا الاحتكار لإدارة الأزمات بالطريقة التي أدار بها الغرب هي أخرجته نهائيا من المعادلة اليوم. الآن بعد طوفان الأقصى وما صار في غزة، سيد كمال، احنا لازم نقسم العالم إلى زوز جبهات الجديدة: الجبهة المقاومة ومتضامنة مع قضية الفلسطينية، إما الدول العربية وغير عربية وغير إسلامية حتى، وفي جبهة المقابلة جبهة كل البلاد التي هم يتضامنون مع كيان الصهيوني. الصهيونية الوظيفية اللي هي الصهيونية العربية اللي تحالفت يعني ضد القضية الفلسطينية. أنا متخوف من رد الفعل الغربي،
لأنه غير مسؤول. الآن الشريك الأول التجاري لكل دول العربي في الخليج